بسم الله الرحمن الرحيم. استعرض معكم في هذه الحلقة بعض الكلمات التي نحسبها كلمات سوقية، ولكنها هي كلمات عربية فصيحة. وفي هذه الدقائق سأتحدث عن أربع كلمات. الكلمة الأولى هي كلمة مدرح بالدال. ومدرح في لهجتنا الجزائرية هو الشيء الغير الأصلي، يعني الشيء المغشوش. نقول مثلا السيارة مدرحة، نقول عن لباس مدرح، أكل مدرح، يعني أكل مغشوش. وفي المعاجم العربية في لسان العرب مثلا نجد لبن مدرح بالذال، أي لبن فيه كثير من الماء، أي لبن مغشوش. فالكلمة هذه كلمة فصيحة. اللبن الممزوج بالماء نقول عنه في اللغة العربية الفصيحة لبن مدرح. الكلمة الثانية هي كلمة قمقوم، يعني تقال لطبقة، للغني، لصاحب الفضل، لمن تكون له، يعني يكون له وزن في المجتمع. وفي لسان العرب القمقوم، في لسان العرب القمقام، نقال القمقام هو واسع الخير، واسع الفضل، الذي يتمتع بالفضل، بالخير الكثير، بالغنى، يقال له القمقام. وفي الجمع نقول قماقم. القماقم هم أهل الفضل وأهل الغنى وأهل الخير. فهذه كلمة عربية فصيحة، وهي أيضا مستمدة من القمة. نقول قمة الجبل، أي أعلى الجبل. الكلمة الثالثة وهي كلمة نقولوا في اللهجة تاعنا في النهار القهار، يعني باللغة العربية نقول نهارا جهارا، يعني نقول مثلا عن السرقة وقعت نهارا جهارا، يعني في وضح، يعني في وضح النهار. فالقهار فقط، يعني الكلمة هذه وقع لها إبدال، بدل الجيم نحن نقول قا بالقاء المصرية، وهذا الإبدال بين الجيم والقاء هي لغة عربية قديمة، لأن الجيم في اللهجات العربية القديمة تنطق قا، وتنطق بشينا، وتنطق ياي. مثلا نجد في الكويت يقولون دجاج يقال له دياي، وتنطق دال، يعني لها تنطق بخمسة حروف، يعني مختلفة. الكلمة الأخيرة وهي كلمة البقاق. البقاق وهو في معجم الوسيط هو المكثار الذي يكثر من الكلام، يعني المكثار بصفة عامة. وتشيع عند الطلبة كلمة بقاق، نقولها للذي يحفظ كثيرا ويقرأ كثيرا، نقول عنه بقاق. وبقاق يعني هي كلمة عربية فصيحة، معناها المكثار الذي يكثر من الكلام ويكثر من القراءة. ونقول أيضا في لهجتنا الجزائرية نقول للشخص يعني برك ما تبقبق، يعني تكثر من الكلام. فهذه الكلمات الأربعة قد نظنها بأنها كلمات سوقية، ولكن في حقيقة الأمر هي كلمات عربية فصيحة موجودة في المعاجم القديمة.